بصوا الجمال والحلاوه. شايفين احلى صينيه جلاش بالفراخ. جلاش حادق هتعمليها بالشكل الجميل ده اهو. شايفين الجمال اهي، تحفه والله. اتمنى تعجبكم الطريقه بالشكل الحلو ده اهي. يا رب الفيديو يعجبكم. السلام عليكم. النهارده اعمل لكم صينيه جلاش بالفراخ بحشوه صدور الفراخ. معانا نص كيلو جلاش. انا رحت مدوراه كده. جبت الصينيه وحطيتها على الجلاش ورحت اقصها بالمقص داير بالشكل ده كده عشان تبقى زي ايه على مقاس الصينيه، لان الصينيه مدوره المره دي كده زي الجلاش اهوت. ومعانا حشوه الفراخ. حشوه الفراخ دي عباره عن صدور فراخ، ومعانا قرنين فلفل اخضر، ومعانا جزرايه، ومعانا حبتين طماطم، ومعانا بصل. اكننا بنعصج لحمه بالظبط. عملتها بالطريقه دي، طريقه تعصيج اللحم. وطلعت بالشكل ده كده اهي الحشوه. هنبدا بقى نعمل صينيه الجلاش بالفراخ جميله ان شاء الله تعجبكم. عدد ورقات الجلاش دول 10. هناخد 5 تحت و5 على الوش. هنروح حاطينهم كلهم. مش هندهن بين الطبقات اي حاجه خالص. ومعانا طبعا السقوه اللي هي اللي نسقيها فوق الجلاش في الاخر هوريها لكم. خدت ورقتين بالشكل ده كده، بالشكل ده اهي. بقيت طبعا الجلاش اللي احنا مطرح ما احنا دورناه انا حطيته في النص بالشكل ده كده. وهنحط الورقه دي كده بالشكل ده كده اهي. هننزل بقى بالحشوه على طبقات الجلاش. بسم الله. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. جربوا بالفراخ هتبقى احسن من اللحمه وطعمها جميل. هنجيب بقى الطبقات كلها كده اهو وننزل بيها هنا كده اهي بالشكل ده كده. قبل ما هندخلها الفرن او قبل ما نحط السقوه عليها او التشريبه هنقطعها بالشكل ده كده اهي. زي ما حضراتكم شايفين صينيه سهله ومش هتاخد معاكي وقت وطعمها جميل. تشريبه صينيه الجلاش دي عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه لبن، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، وربع معلقه ملح، وبيضه، وهنخفق الكلام ده، ومعلقه سمنه كبيره بالشكل ده كده. نقطع بقى الصينيه بالشكل ده كده بسكينه حاميه. تقطعي بيها كده بالراحه بالشكل ده كده. الرسمه بقى اللي انت عايزاها بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده.
قطعتها بالشكل ده كده. هننزل بقى التشريبه بتاعتها بالشكل ده كده. في ناس بقى بتدخلها الفرن تحط على وشها سمنه وبعدين تطلعها بعد مثلا بتاخد لون بسيط كده وبعدين تحط على التشريبه، لكن انا بحط كده على طول وتطلع حلو بالشكل ده كده اهو. بسم الله بالشكل ده اهو، شايفين؟ السمنه اللي على الوش دي هتسيح بالشكل ده كده. ندخلها بقى الفرن بعد ما تخرج من الفرن ان شاء الله هوريها لحضراتكم. بصوا صينيه الجلاش طلعت احسن من الرقاق، شايفين الجمال والحلاوه، وبالفراخ كمان والله اطعم من اللحم. جربوها وقولوا رايكم، ان شاء الله تعجبكم الطريقه بالشكل الجميل ده اهي. كل اللي فيها ان انا عدت على مطرح التقطيع دون، عدت عليه تاني بس. شايفين اهو، ايه رايكم؟ اتمنى الفيديو يعجبكم بالشكل الجميل اهي. طلعت طريقتها سهله وما خدتش ربع ساعه بكتير، وهتطلعي احلى صينيه جلاش حادق بالفراخ بالشكل ده كده اهو. تحفه والله تحفه. اتمنى الطريقه تعجبكم، وسهله وجميله وخفيفه كمان، ولا حطينا سمنه من الطبقات تبقى تقيله ولا اي حاجه، هتبقى خفيفه في الاكل لان ما حطيناش سمنه كتير. بالشكل الجميل ده طلعت. اتمنى الفيديو يعجبكم.